دونك الا بغينا نهضروا بالارقام، غنمشيو للمحور الثاني ديال هذا المباشر هذا، غنهضروا على الارقام اللي كتحرق هذه البروباغندا هذه. دونك الا بغينا نهضروا بالمعقول ونهضروا بالشفافيه ونهضروا بالارقام، غادي نهضروا على مؤشرات اللي هي قابله للقياس. ما غاديش نهضروا على الكذوب وعلى النفاق، لان هادو حوايج ما يمكنش غادي نقيسوهم علميا. لكن الا مشينا نقلبوا مثلا في جزء ديال من البحث ديالي على انهم خارجين بونيف براسو ومجموعه من المؤثرين خارجين بواحد المحتوى تيقولوا باللي راه كاينين دراسات بريطانيه، دراسات من كذا اللي كتقول باللي راه المغاربه منافقين، المغاربه كذابين، مكلاسين هما من توب ديال هاد الدول اللي كذا هادي. لكن فاش مشيت فعلا كنقلب كمغربي اللي بطبيعه الحال هاد الهضره هادي كتعنيني، مشيت كنقلب ما لقيتش والو، ما لقيت حتى شي بحث. ولكن اش لقيت مؤشرات من لي زاندكس من حوايج اخرين، بحال مثلا شنو لقيت مثلا المؤشر ديال الشفافيه الماليه اللي كان تصدر في 2025، الاندكس ديالو تصدر في 2025. اشنو اللي تيقول هذا تيقول مثلا المغرب تقريبا تيكون عندهم واحد يعني سكور من 100. المغرب عنده 51 من 100، والمغرب كيتعتبر الاول مغاربيا على مستوى مؤشر الشفافيه الماليه، وغادي نشرح هذه المساله هذه، والثالث في المنطقه. والسؤال البديهي بحكم ان الجزائر هما اللي كيقولوا لنا نتوما مكلاسين كذا، السؤال البديهي فينا هي الجزائر في هذا المؤشر هذه. لقيت الجزائر عاطينها 22 من 100. مثلا مشينا المدركات ديال الفساد، وهاد الارقام هذه راه كاينه في مينا، يعني مش ممكن تمشي تقلب عليها، تقلب غير مؤشر الشفافيه الماليه 2025 غادي يطلع لك غير بالعربيه. مشيتي لمدركات الفساد، المغرب كتلقاه متفوق ب20 رتبه عالميه، يعني بين المغرب والجزائر 20 رتبه عالميه. اذا كتقول هنايا التساؤل اللي كيطرح هنا شنو هو؟ شكون اللي عنده مشكل بنيوي في المصداقيه على حسب غير هاد جوج مؤشرات اللي عطينا دابا؟ يعني النظام اللي كينشر الارقام ديالو للعالم اللي هو المغرب، ولا النظام اللي ضارب عليها الطم؟ لان اش كيقول لنا هاد جوج مؤشرات، هاد جوج ارقام كيقولوا لنا بلي الجزائر راه مخبيين معلومات ماشي غير على الشعب، على العالم كامل. هادشي اللي كيعني هاد المؤشرات الا جينا نبسطوهم.